والسلام عليكم ورحمة الله. هذا اللي يتكلم أحد مجموعة من الشباب اللي دززنا هاي الكوبا، ما زال وقفناها، كانت ماشية بطريقة ما هي شرعية، وقفناها نتيجة للفساد اللي واقع للناس في الصحراء كاملة طراعي فيه، واخترنا عنا نعدلوها كرسالة. وزين عندنا مولي الصحراء اللي كانت تعاونت على ذا كامل، عرفت عنها راهي مصيرها واحد وهدفها واحد. احنا ما نحن اولاد شهداء، اولاد مقاتلين واولاد جرحى. طبعا ما جايب لكم انتم لا عندنا حسابات مع حد، لان داخلين اي طرف سياسي. شباب رافضين ذا الواقع ورافضين ذا المعدل لنا ورافضين ذا من الاهانه. يا غير مولي طيب تم اللي رافضينها. خارقه حلول قضتها جماعه بالاغلبيه عن هذه الكوبا من جاتنا السلطات، باش ما نخلق التصادم وباش ما يخلق ياسر من الشمحالي ما يحمد عقباه. عندنا اقترحنا عنها تمشي توقف عند مركز ويتموا معاها 6 اللي انت تقيس العداله، والعداله تقبض من بين نحن وذا النظام. نحن لاولادكم ونحن لناسكم، وقطع عنا ما جايب لكم انتم، وقطع عنا حاسه بها الصحراء كامله، وشايف هذا الواقع وشايف هذا الفساد وشايف هذا قله العداله. وهذا سببه قيادتنا هذه. يا غير قيادتنا تقوم على الفساد وتطول رقابيه هذا وتحاربوا حقيقه. يا غير ذا الطريقه اللي جاونا بها اليوم والله ما هي مخوفتنا، قال لا تراعينا نحن وبالاخلاق. عندنا هذه كوبا تقيس بلاصه المركز الدرك اللي نعرف لها شيء، ويقدم صاحبها اللي كان مرقها بطريقه مو شرعيه للعداله، وهو واحد من الدوله وواحد من الحكومه. هذا هو تابع لوزاره البناء والعمار، وهي ماخذ كل هذا هو. وقطع عنا نحن مولي، لان ما نبغوا نراوغ الشمحالي ولا نبغوا نعدوا الشمحالي غير هي السريقه، والسريقه راهي تتبع لها الصحراء كاملين. نختاروا الصحراويين يعرفوا عذره ولاحقهم كاملين ويوقفوا على ضد الظلم وضد الظلم. احنا ما لنا دايرين شروصنا، احنا دايرين عنا نعيشوا معززين ومكرمين، ولا جينا من ارضنا باش ننذلوا في الحماده. هذا يقعد واضح لكل حد. شكرا.